يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. بقى احنا النهاردة شم النسيم واجواء الربيع كده اللي هلت علينا. انا من عشاق الصيف يا جماعة، وبحب قوي الاكلات الجميلة الحلوة بتاعة الصيف، وبالذات شم النسيم بتبقى كده من السفرات اللي بتبقى مميزة جدا والمحببة الى قلبي. بجد اليوم ده من امتع الايام اللي الواحد بيستمتع فيها وياكل كده وهو مبسوط. بصراحة اكلاته بتبقى تحفة جدا. النهاردة هنعمل منيو حلو قوي للسفرة بتاعتنا لشم النسيم او لاجواء الربيع عامة. هنعمل مع بعض النهاردة سلطة رنجة بطريقة حلوة جدا جدا، بجد هتعجبكم قوي، خفيفة قد ايه وطعمها لذيذ. وكمان هنفتح على السردين اللي احنا خليناه مع بعض، وهوريكي قد ايه وعامل زي الزبدة، مش قادرة اقول لكم، عامل زي المربى، بجد تحفة جدا. وهنعمل مع بعض النهاردة تونة بطريقة كده حلوة، بجد هتعجبكم ان شاء الله. يا رب المنيو بتاع النهاردة يعجبكم. يلا بقى نصلي كده على الرسول ونسمي الله، وما تنسوش تحطوا لايك وشير، ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هنا معايا رنجه، ودي رنجه انا خليها، وشايفين حاطه البطروخ بتاعها كده على جنب، ومقطعه الرنجه بتاعتي مكعبات. يلا بينا بقى للخضار بتاعي، فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل متقطع، كل الخضار بتاعي متقطع مكعبات. يلا بقى نعمل الدريسنج بتاع سلطه الرنجه بتاعتنا الجميله دي. هحط كده نص كوبايه من الطحينه، عليهم معلقتين كبار من الزبادي، هبهر كده بمعلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من الملح، ما تكتريش عشان ما تحدقيش. وعصري بقى عليها ليمون، رنجه يعني ليمون معروفه، نعصر كده عليها ليمونه كده تكون كبيره ومليانه ميه. ننزل عليها كمان ب3 معالق كده من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل، وميكسي بقى المكونات دي كده كلها مع بعض لحد لما تمتزج مع بعض كده، والتوابل وكله كده. بصوا شايفين انا عايزه الطحينه ما تبقاش مكتله هي ولا الزبادي، طبعا هي هتبقى تقيله، هنخففها كده بحوالي فنجان صغير من الميه علشان تبقى معانا كده خفيفه شويه، ويبقى قوامها بالشكل ده. يلا بينا بقى ندوقها ونشوفها مظبوطه ولا محتاجه ملح. لقيتها معايا مظبوطه ومش محتاجه ملح خالص. نجيب بقى الخضار بتاعنا وننزل كده على الدريسنج اللي احنا عملناه القمر دوت، وبعد كده ننزل كمان بالقطع الرنجة اللي احنا مقطعينها، وطبعا احنا شايلين منها الشوك وكل حاجة، يعني دي رنجة مخلية ومتقطعة كده مكعبات. نقلب بقى كل المكونات والخليط بتاعنا كده مع بعض. عايزة اقولك ريحته طالعة يا نهار ابيض، مش قادرة، ما كنتش قادرة اقاوم بصراحة. ونقضبها بقى كده ونحطها في قلب الطبق ونقدمها رشة بسيطة كده صغيرة من الزيت، وشريحتين كده من الليمون، وكده بقى معايا احلى سلطه رنجه هتاكليها تحفه، هتاكلي فيها مش هتشبعي. يلا بقى بينا نفتح كده بقى على السردين القمر بتاعنا. السردين احنا خليناه مع بعض، قلت لكم بعد 4 ايام تقدري تفتحي عليه. انا فتحت عليه كده بعد 5 ايام، قلت ان عشان خاطر ناكل بقى الاكله التحفه دي كده مع بعضيها، يعني مش هناكل السردين لوحده والرنجه لوحدها، لا، ده كل ده متظبط عشان خاطر اليوم القمر دوت اللي كلنا قاعدين مستنيينه. يلا بقى نفتح كده الكيس اللي كنا حاطينه كده جوه 3 اكياس، واتفرجوا لي بقى. يا نهار ابيض ايه الحلاوه دي، شكله يفتح النفس، وعايزه اقول لكم ريحته جميله جميله بشكل مش قادره اقول لك، لان احنا غاسلينه ومنضفينه وعاملينه بطريقه صح. شايفه السمكيه ما شاء الله مش مهريه ولا اي حاجه ومتخلله بقى. بصوا بقى، تعالوا نفتح بقى، تعالوا بصوا بقى، شايفين السردينيه دي؟ بصوا كان جواها كده اسمه ايه، البطروخ، البطروخ. بصوا بقى، تعالوا شايفين اللحم من جوه عامل ازاي؟ ما شاء الله لونه تحفه ومستويه، وبجد عامله زي الزبده. والله كان طعمها حلو جدا جدا، انا واقفه عماله اكل فيها بصراحه، ريحتها وطعمها حكايه ما شاء الله. شايفين عامله زي الزبده مربى، ولونها من جوه كده وردي كده جميل محمر، يا نهار ابيض بجد حلوه قوي، طريقته بجد جميله. شايفين ما شاء الله تحفه. بصوا انا عماله اقطع واكل منه، انسل كده واكل منه. بصوا
عامل زي المربى والله العظيم، طعمه حلو جدا، والملوحة بتاعته مظبوطة، مش حادق كده وممشش ولا هو كده عادم، لا الملح بتاعه كان مظبوط، مخللينه يعني بطريقة تحفة جدا. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا، ونضيف وملهوش ريحة زفرة ولا اي حاجة. نجيب بقى الطبق بتاعنا ونبتدي كده نخليه بكل سهولة. شايفين هنشيل الراس ونفتحه كده من النص، هنشيل السلسلة وشكرا على كده، مفيهوش اي حاجة تاني. ما شاء الله اللهم بارك، بجد تحفة جدا جدا. ننضف بقى الكمية بتاعتنا اللي احنا هناكلها. شايفين احنا هننضف الكمية كلها وهناكل، هنقدم منه على قد اللي هناكله، والباقي هنشيله في علبة. بصوا تحفة تحفة ما شاء الله، بيتقشر معانا او بيتفتح معانا كده بكل سهولة، عامل زي الزبدة، مش مستحمل اي حاجة خالص. بصوا نشيل السلسلة كده، واي كده شوك كده بسيط نشيله. ناخد بقى من الزيت والميه بتاعته دي اللي طعمها مش قادره اقول لكم، هي تتغمس كده بالعيش، تشربوها كده بالمعلقه من كتر ما هو حلو جدا. نعصر بقى كده ليمون كده عليه، علشان خاطر احنا قلنا ان الموالح دي الفسيخ والرنجة والتونة والسردين والحاجات اللي بتبقى متخللة دي لازم نعصر لها ليمون كده عصرة حلوة. شريحتين ليمون كده وبقى معايا احلى طبق سردين مخلل. بصوا يتاكل كده بالشوكة، تحفة جدا، شكله يفتح النفس. يلا بقى بينا نعمل التونة بتاعتنا. وانا التونة بعملها كده بطريقة كده حلوة. بصوا انا هنا معايا بصلاية كده متوسطة متقطعة مكعبات، وننزل كده في البولة بتاعتنا بالبصل دوت. نحط بقى عليه نص معلقة صغيرة كده من الملح، وكمان نص معلقة كده من الفلفل الاسود، تمام. ونحط كمان عليه عصير ليمون، ونحط عليه معلقتين كده من الزيت. عصير الليمون مهم جدا. نعصر بقى عصير الليمون. نزل معايا الليمونه كانت مستويه قوي كده، ننزل كده بالقلب ونشيل البذر لو في بذر. وبصوا انا عايزاكم بقى تهرسوا البصل ده مع الملح والفلفل والليمون بالمعلقه، اهرسيه كده بالمعلقه لحد لما يطلع البصل الميه بتاعته. انا عايزاه يطلع يعني يدبل كده، يدبل شويه عشان يطلع لي الميه بتاعته ويبقى طعمه حلو جدا. دي احلى نتيجه هتاكلي بيها تونه. بصوا شايفين هو كده طلع الميه بتاعته ودبل. ننزل بقى بعلبه التونه بتاعتنا، احنا صفينا منها الزيت لان التونه بيبقى فيها كده شويه من الزيت او الميه، انا صفيت منها شويه من الزيت والميه بتاعتها دي ونزلتها. وقلبي بقى كده، ويا نهار ابيض مش قادره اقول لك، انا بصراحه كنت واقفه بعمل الاكل ده وانا مش مستنيه، ولادي عملوا لي يلا يا ماما خلصي يا ماما، الريحه طالعه تحفه يا ماما، عايزين رقنا جري، مش قادرين عايزين ناكل. مش قادره اقول لكم والله. انا ما حبيتش اعمل الفيديو دوت وانزله لكم قبل كده، انا حبيت اعمله في نفس يوم شم النسيم علشان خاطر يبقى الاكله كده هي معموله في يومها الصح والمظبوط، عشان نتجمع كده عليها كلنا ونقعد ناكل احلى اكل مع بعض. شريحتين بقى من الليمون، وانا كمان قدمت البطارخ بتاعه الرنجه اللي خلتها، وقطع من الرنجه للي مش عايز ياكل سلطه يقدر ياكل رنجه كده. وبصوا بقى لقمتين عيش بقى وبصل وكابوتشا وكده، بقى ايه المزاج بقى عالي العال. بجد من احلى الاكلات اللي هتاكلوها وتتبسطوا بيها. كل سنه وانتم طيبين وشم نسيم سعيد عليكم يا رب، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم للتشجيع، واقول لكم مع الف سلامه.